الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. رؤيا تحاكي شيء من الواقع، أخرى تنبئ بحدث هام يقع في المستقبل إن شاء الله. يقول الرائي: رأيت كأن شعوب العرب مجتمعين، كأن الأعداد بمئات الملايين، وكأنه جيش لا يقهر، وكانوا متجمعين عند حدود فلسطين، كأنه يوجد سور من نور على هذه الحدود. هذه الشعوب لا تستطيع تخطي هذا السور، لأنه يوجد أشخاص يجب أن يموتوا حتى يستطيعوا فتح هذا السور. يقول: تنكرت في زي امرأة يهودية، ودخلت في إحدى المباني الحكومية اليهودية. رأيت امرأة يهودية تلبس بدلة عسكرية رسمية، حاولت قتلها ولكني لم أنجح وانتهت الرؤيا. كما قلت، هذه الرؤيا تحاكي شيئا من الواقع، وهو أن ما زال في هذه الأمة خير. معنى أن الشعوب تجتمع بمئات الملايين على الحدود تتمنى أن تدخل وتتخطى هذا السور، معناه أن هذه الشعوب وهذه الأمة ما زال فيها الخير. السور معناه هو الفصل ما بين الحق والباطل، وتخطي هذا السور معناه الوصول إلى الحق، وكونه من نور يرمز لتخطي العقبات للوصول إلى الجهاد الحق، وهذا هو النور. لكن يوجد أشخاص يجب أن يموتوا حتى يستطيعوا فتح السور، أشخاص نعلم جيدا من هم. هذه الرؤيا حالها كحال أغلب الرؤى العامة، أن المغزى من الرأي معنى الاسم، بالإضافة إلى الشخصية. الرأي طبعا اسمه عبد الله، وهو تنكر في زي امرأة يهودية. هذا يرمز لرجل لا يعلم عنه أحد، لأنه تنكر معناه أنه لا يعلمه إلا الله، وهو يدبر ويخطط لأمر في الخفاء. لم يفلح مرة أو مرتين أو ثلاث، ولكن حتما سينجح في يوم من الأيام بمشيئة الله، والله تعالى أعلى. الرؤيا الثانية رؤية من الأردن، تقول: رأيت كأني استيقظت على رنين الهاتف، على صوت صديقتي تخبرني أن الوضع في الخارج مرعب. فتحت الكاميرا فرأيت المشهد كله مظلم غمام، فذهبت إلى البلكونة لأرى بنفسي، فرأيت الشمس تتجمع في السماء، وأخذت تزداد ويكبر حجمها حتى أصبحت كالقرص ثلاثية الأبعاد، وكان لونها مثل النار، ثم سقطت على الأرض. قال الله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الآية ذكر سيدنا يوسف عليه السلام الشمس كانت ترمز للأب، والقمر للأم، تقديم الشمس على القمر يعني تقديم الأب. ومن هنا من هذه الآية أخذنا معنى أن الشمس ترمز للوالد، ترمز للحاكم، للرئيس، للقائد، للمعلم، وهكذا. لكن الشمس في هذه الرؤية ترمز إلى حاكم دولة عربية، ليس شرط أن يدل على حاكم دولة الأردن، لأن الشمس أشمل وأعم وأكبر. أحيانا يأتي القمر في المنام يرمز لحاكم أو رئيس أو ملك، وهنا بالتحديد يكون القمر دليل على دولة الرائي الذي رأى الرؤيا. أما الشمس فغالبا تدل على ما هو أكبر وأشمل. نأخذ رؤيا من البداية. معنى أنها استيقظت على رنين الهاتف معناه أن هذا خبر ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت نائمة يعني الأمر مفاجئ. ومن أخبرتها كانت الصديقة. الصديقة هنا ليست مجرد صدفة، وإنما هي تدل على الصدق، صدق الخبر وصدق الحديث. ثم ذهبت لترى ما يحدث بنفسها، فرأت الشمس في السماء ولونها مثل النار، ثم كانت ثلاثية الأبعاد. هذا معناه خلافات ومشاكل قوية وانقسامات كبيرة في حكومات إحدى الدول العربية. ثم بعد ذلك سقطت الشمس على الأرض، يسقط الحكم في إحدى الدول العربية. كما قلت، ليس شرط أن تدل على الأردن، ولكن قد تدل على إحدى الدول الأكبر المجاورة للأردن، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.